عمرك سألت نفسك هل ممكن الخطية تعيش أكتر من صاحبها؟ احنا قدام فيلم تاني خالص بيبدأ بجنازة في جبال أسبانيا وبينتهي بسر محروق، والمفروض إن السر ده خلاص اتمسح أو اتنسى، بس السر ده لازم يتفتح في يوم. في بداية فيلمنا هنعرف ليه جاكوبو كان مخبي السر ده ومكانش عايز العيلة تعرف. ويلا بينا نعيش الحكاية. فيلمنا بيبدأ بجنازة جاكوبو. الجنازة دي بتجمع العيلة، بس الجنازة ما كانتش هي النهاية، بالعكس كانت هي البداية. بنشوف جاكوبو لحد ما بنشوف كرانس بنت أخوه وهي بتمسك رسالة قديمة وصورة. كرانس مش بس بتدور على حقيقة، هي بتدور على هوايته، هواية عيلتها اللي اتقسمت بين تلج أسبانيا وشمس أفريقيا. إن في تحويلات بنكية كانت بتروح لغينيا لسنين، لكن فهمنا إن في ذنب قديم بيتحاول يتداري بالفلوس. الشعور بالذنب هنا مش مجرد كلام، ده متجسد في ملامح كرانس وهي بتقرر تسافر لغينيا عشان تفتح الصندوق ده، صندوق أبوها وعمها. سنة 1953 كيلاني الشاب الصغير وهو مسافر مع أخوه جاكوب عشان يلحقوا أبوهم اللي شغال في مزارع كاكاو في غينيا. كيلاني منقذ، هو داخل كشاب عادي، هو شخصيته باردة ومنبهر بالكمال لمكان أكتر من اهتمامه بحقوق الناس. غينيا بالنسبة لهم مش مجرد مكان، غينيا هي روح اللي لسه عايشة هنا. المكان زي ده ممكن يكون هو نفسه المكان اللي بياخد راحة. هنا بنشوف الفرق بين كيلاني وجاكوب. جاكوب الأخ الكبير بيمثل الاستعمار، نشوف معاملته القاسية للعمال، سهراته واستهتاره بحياة البشر عادي. كيلاني بيبدأ يتغير، بس التغيير ده مش بطولة، دي صدمة. في لحظة كيلاني بيقضيها وهو بيبص لإيدين عمر وهي بتعصر الكاكاو. اللحظة دي هي اللي هتغير، انت بتحس بتقل للقيمة اللي بيعملوها، الرسالة شغلهم. كيلاني بيقابل باسيليا، إن باسيليا هي الممرضة اللي بتعالج، لكن الرؤية دي بتقول إن باسيليا بالنسبة لكيلاني ما كانتش مجرد حب، تقدروا تقولوا صاحبة، روحه، حبيبته، محدش عارف هو حبها. تفتكروا هو حب البنت دي؟ هو حبها عشان يطهر نفسه من اللي بيعمله أخوه وأبوه في الأرض. كيلاني في علاقته معاها أمان أحيانا، هو بيحبها في السر، خايف من نظرة الناس ليه، خايف الناس تقول عليه، وخايف من القوانين، خايف الناس تقول عليه انت حبيت حتة دكتورة. هو مش بطل بالنسبة لها، مستعد يضحي بكل حاجة من أول دقيقة. على فكرة هو إنسان خايف بيحاول يسرق لحظات سعيدة واستغابة من الظلم. إن الحب في الزمن ده مش وردة، اللي بيحب حد بجد بيضحي. هل هو فعلا هيضحي عشانها؟ لما بنشوف القوانين دي اللي هي منعت الاتنين يحبوا بعض، ده هنا تمييز. بنعرف إن المجتمع اللي بيحط حدود الحب هو مجتمع بيحفر قبره. بنشوف الصدمة اللي بيعيشها كيلاني وباسيليا إنهم يشوفوا بعض في السر. بنشوف كيلاني غرقان في حبه للبنت دي. جاكوبو مش مجرد واحد شرير، هو واحد بيعمل شغله خلاص. هو بيشرب كتير عشان ينسى إنه غريب في أرض مش أرض، إنه مؤذي وقاسي مش بس مع العمال لكن مع نفسه. كيلاني ما كانش شر، كان بيحاول يعمل محاولة إنه يفرض السيطرة في مكان يفقد السيطرة عليه. هنا بنشوف إنسانيته مهزوزة بتطلع أسوأ ما فيه. بيحصل حاجة بين كيلاني والواقع. باسيليا بتقول إن هي هتتجوز من شخص من عيلتها، إن هو يحميها من الناس. الحقيقة بجد هي مشهد الجواز وحزن كيلاني وهو بيقرب من بعيد. اللي بيصور كيلاني وسط الشجر بيقول إن واحد مهما كانت قوته مش كل حاجة حلوة الإنسان بيتمناها بتتحقق. هيجي يوم والحاجة دي تروح منه. كيلاني هنا ما كانش بطل، ما كانش عايز يروح يخطفها، هو واقف عاجز. السكوت هو العجز، هو الوجع الحقيقي للحب. سنة 1968 غينيا بتتحرك ناحية الاستقلال. النظام القديم بينهار والأسبان لازم يمشوا. في المزرعة العمال ما بقوش بيبصوا الأرض، ما بيكلموا الأسبان، بقوا بيبصوا في عينها. نظرة تحدي، احنا مش محتاجين حاجة من حد، احنا شايفينها. وقفة العمال اللي كانوا بيشتغلوا بكل قوتهم ما كانش مجرد ناس مشي. كيلاني بيحاول يهرب بسلا معاه، بس الحدود اللي رسمها البشر كانت أقوى من المشاعر. الحرية ليها تمن، وأحيانا التمن ده بيكون قلبك انت. بنرجع لكرانس سنة 2003 وبتوصل للحقيقة في غينيا. كرانس بتقابل بسلا وهي ست عجوزة، بتكتشف إن جاكوبو وكيلاني سابوا وراهم مش بس ذكرى، سابوا أطفال، سابوا جيل ملوش مكان ثابت، لا هو أسباني كامل ولا هو غينيا. إن الفلوس كانت بتروح للأطفال دول، لكن فهم نظرات كرانس للناس هنا بيقول إن الفلوس كانت محاولة إنهم يشتروا ضمانهم، بس ساب وراء أرواح بتعاني من فقدان الأصل. يعلمنا الأخلاق، هو بيخلينا نعيش التايهة بتاع كيلاني لما رجع أسبانيا عاش واحد تاني، ومش ضحية، هو شخص اختار الهروب في اللحظة اللي كان لازم فيها يحل. احنا بنختار الحاجة الأمان لينا ونسيب الجنة
بتحرق الفاضل من أحلامنا. كرانس بتتغاول أكتر في أدغال غنية. هي لقاء كرانس بين داليان وإنيا والصور القديمة اللي في إيد كرانس بيقول إن الاستعمار لسه مخلص. هو ساب حاجة في الملامح، في اللغة، في العيون اللي بتدور على أب مشي وساب لهم محاولة بدل الحب. بنرجع لكلاني وهو شيخ في جبال أسبانيا قبل ما يموت. طول الوقت بيصور راجل مهزوز. هو اتجوز في أسبانيا وعاش حياة عادي ودفن حبه لبسه في صندوق. وهو واقف في وسط التلج بيبص للسما وهو شاب في وسط الغابة. ده دليل إن هو انفصل وروحه في المزرعة اتجاه حياة لأن قلبه اتحرق هناك. بيظهر السر الكبير. جاكوبو ما كانش قاسي، ده كان بيدمر الناس. لما كرانس بتعرف إن جاكوبو كان بيحب بسلة عشان ينتقم من أخوه. لما الواحد بيفتكر إنه كده ملك الأرض بيفتكر كده إن هو ممكن يملك الناس كلها. الظلم ملوش نهاية. ممكن الظلم ده يكون بيخنق أجيال اللي جاي. ده اللي خلى جاكوبو يعيش ويموت وبيحاول يدفع ثمن سكوت وفلوس مش بتشوفها صاحبها. كرانس بتقف فيها قدام البحر بعينيه. مفيش كلام. هي دلوقتي شايلة الأمانة الحقيقية. هي مش بس عرفت قصة حب، هي عرفت إن دمها كان مخلوط بطين الأرض. بسلة ماتت وكلاني مات، واللقاء اللي كان المفروض يحصل حصل بين الأحد. ازاي نخلة تعيش في وسط التلج؟ ده دليل على وضع كلاني. هما شايلين اللي جواهم. كرانس مبقتش مجرد تبحث في التاريخ، بقت جسم بيربط بين الماضي والحاضر. كرانس مع أخوها لما بيحطوا صور الماضي جنبه وصور الحاضر، إن الملامح هي بس المصير مختلف. الحقيقة إن كرانس رجعت أسبانيا وهي معاها إجابات، لكن هي كانت عايزة اللي هي عايزاه. لحظتها الأخير إن الإجابات دي كلها مريحة وموجوعة في نفس الوقت. هي دلوقتي عارفة إن هيبة عيلتها في أسبانيا كانت مبنية على قلوب تانية في أفضل. إن جاكوبو عاش حياته كلها مريض. التحولات البنكية اللي كان بيبعتها ما كانتش كرم، كانت محاولة إن هو يتنفس من جديد. إن هو مش قادر يسامحنا. الظلم اللي بنعمله في قلبنا يتحول لسجن بنعيش فيه لوحدنا في الآخر. الحب مش بيعرف حدود، بس الحدود هي اللي بتعرف تقتل الحب. بنكتشف إن أكبر كذبة عاشها كلاني مش إنه قدر ينسى، بس الكذبة الحقيقية كانت إنه افتكر إن المسافة بتموت الشعور. بس غير كده خالص، إن الزمن مش بيداوي جدران، هو بس بيبني فوقها جدران بنفضل إحنا شايلينه طول الوقت وعمرنا ما هننسى. عاشوا سنين في أسبانيا هما فاكرين إنهم عالم مثالي، بس الحقيقة إن كل فلوس كانت بتتباعت لغينيا تقدروا تقولوا محاولة نجاة بتساعد ناس تانية. جاكوبو مات وهو شايل كل ده لوحده، وكلاني مات وهو شايل عكسه. مفيش هروب. كل قرار بتاخده وانت خايف هيدفع تمنه حد تاني من دمك بعد سنين. الحب اللي بيتحبس في الصناديق دي بيموت وبيتحول والوطن اللي بتبنيه على قصر خاطر صاحب الأرض بيفضل بيت مسكون باللعنة. كلاني ما كانش ضحية الظروف، كان ضحية اختياره هو. فيا ترى كم نخلة تلج مزروعة في قلبك وانت بتحاول تقنع نفسك انت في مكانك الصح، وكم حقيقة مداريها ورا ظهرك وخايف تواجهها عشان الكذب ما تتهزش. فيلمنا ما كانش فيلم رومانسي، ده صدمة بالواقع. بتعرفنا ايه؟ ان الماضي عمره ما هيتمسح. مهما هربت هيفضل الماضي ينادي عليك، وديونك القديمة لازم تدفع. لو بعد 100 جيل مش بس احتلال، ده احتلال مستقبل البشر. كلاني ما كانش بطل، كان إنسان ناقص. مفيش حد فينا كامل. خايف يواجه المجتمع فخسر أغلى ما عنده. اتعلم صح ثمنه بيبقى عمر بيضيع من الندم. حكاية فيلمنا خلص، ريحة الكاكاو لسه في المكان. لو انت مكان كلاني كنت هتهرب وتعيش في التلج، ولا هتقعد في الغابة وتدفع تمن حبك ده؟ وهل تفتكر ان الفلوس ممكن تداوي جرح قديم؟ اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر مشهد لمس جرحك، واكتب لي لو قررت انك تواجه حقيقة مهما كان الثمن. ما تنساش اللايك اللي بيفك شفرة اليوتيوب والاشتراك في جسمي وفعل الجرس عشان الفيلم اللي جاي يكون احلى لواقع اصعب. سلام، نتقابل في الفيلم الجاي. خليك قريب.